أخبار السبعينات هي نفس الأخبار دلوقتي. مفيش حاجة اتغيرت غير في شوية هدوء على طريقة لبس وكلام. يا ترى اتغيرنا في ايه؟ وممكن نتغير لإيه؟ ال30 سنة اللي فاتت مالهمش 30 لازمة. سيداتي آنساتي سادتي، حلقة أسطع معها خباياها ومعانيها. حضرتك أنا مش هينفع أطلع مغمي عينيا في الخبر، يعني حضرتك كفاية المقص التناول كل حتة في جسدي وأنا مقهور من ساعتها. ممكن لو سمحت أشيل ممكن؟ ميرسي. هقول ممكن نلبسه تاني بعد الخبر سياسي. خبر اليوم هو الشبكة التي تعمل على التخريب ضد مصر. مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا اللي بتتفرجوا عليه. حلقة النهاردة يا جماعة بتفكرني بالعجلاتي والمنفاخ. العجلاتي والمنفاخ يا جماعة عادي، هقول لكم بعدين ليه عجلاتي ومنفاخ. الحلقة النهاردة بتتكلم على ان في نشطاء سياسيين، يعني الشر بره وبعيد من كلمه نشطاء. ايه البشاعه دي؟ تخيلوا بشاعه. تخيل لما تسال واحد وتقول له انت شغال ايه، يقول لك انا شغال ناشط سياسي. فقد قامت مباحث امن الدوله بالكشف عن اسرار التنظيم الذي يعمل ضد مصر. ولك عزيزي المواطن ان تتخيل، يسمى جبهة تحرير مصر، يحملون اسم مصر ويعملون ضد مصر. بيعملوا ايه بقى؟ يعني انتوا شايفين ايه اللي بيعملوا؟ حركة جديدة في الدولة، يعني اعوذ بالله، يعني ان الحركة دي نشطاء سياسيين اسمها حركة جبهة تحرير مصر. حركة جبهة تحرير مصر، وهدف هذا التنظيم هو مهاجمة النظام القائم والأعمال التخريبية ضد هذا النظام، والأعمال التخريبية في أنحاء البلاد. وإيه بقى يا جماعة؟ قال إيه؟ بتدعو للتغيير السلمي، مش تغيير طبعا جذري، يعني هو جاست تغيير سلمي عشان نعيش في حياة ديمقراطية. أنا حضرتك هنعيش في حياة ديمقراطية؟ أنا ما بحبش أتنفخ، أرجوك أنا ما بحبش أتنفخ في الموضوع ده. أنا الموضوع مكتوب وأنا بحاول أقرأ منه على قد ما أقدر. وهنا تتجلى جليا بكامل جلالتها نظرية المؤامرة عشان ينتقلوا إلى الحكم الديمقراطي عشان على خلفية الأحداث اللي حصلت الأخيرة، زي ما قلنا بينادوا بالنضال الاجتماعي، على خلفية الأحداث اللي حصلت الأخيرة لزمايلهم في 6 إبريل. تخيلوا يا جماعة البشاعة، برضو في حركة اسمها 6 إبريل. وقد أبلغ شاهد عيان من داخل الموقع أنهم رآهم يتناولون وجبات ويمبي الموفرة، وإنهم يمتلكون من الأجندات ما يكفي لتقويم السنوات الميلادية القادمة جميعا، أجندات خارجية. وأنا عايز أوجه رسالة بقى يا جماعة، عايز أوجه رسالة بجد من البرنامج عن الخاسر الوحيد. الخاسر الوحيد من هذه المؤامرات هي الأغلبية الصامتة. والله الخاسر الوحيد من هذه المؤامرات هي الأغلبية الصامتة التي تمثل السواد. قلتها 3 مرات لحد دلوقتي زي ما انتوا كاتبين لي في الورق. من هنا من داخل البرنامج نهيب بالشعب. كنت وسوف أظل نهيب بالشعب أن تتواصلوا معنا عبر صندوقنا البريدي صاد ب أو عين ط أو التلغراف السري مكتوب بالحبر السري، برضو الأمر ما يسلمش. وإلى هنا تنتهي حلقتنا، ولكم سلامات جميع العاملين في الاستديو. يا جماعة نرجع لموضوعنا. هم دعت الجبهة دي لحمل حقائبهم
ويسلموا نفسهم للسلطات المصريه بغرض اعتقالهم او ان هم يفرجوا عن المعتقلين على خلفيه احداث 6 ابريل. والله خليكم قاعدين زي ما انتم، هم هيجوا لكم لحد عندكم، ما تسلموش نفسكم، لان اكيد طبعا انا بعد ما قلت الخبر ده هم عرفوا انتوا هتعملوا ايه. عامة يا جماعه انتم ممكن تتواصلوا معانا من خلال الفيسبوك وتويتر، بس ما تكتبوش حاجات صريحه يعني يا جماعه، خليكم في الخفيف كده والحنين، لان في ناس وراكم بتتعذب. مستنيين تواصلكم معانا، وقول لهم باي باي باي. اللي كان بيجمع ما بين عصر مبارك وعصر السادات إن الديمقراطية في عصرهم كانت مجرد شعارات على شوية خطابات، وكان فعلا ليها أنياب، وعشان كده الناس كانت بتخاف، ويوم ما بتفكر في التغيير كانت بتفكر بس في التغيير السلمي. حتى أمن الدولة كان دورها منشود من أكتر من 30 سنة، إنها تعتقل فلان أو تطلق سراح فلان. بعد الثورة بقى في مفهوم جديد، بقى في مفهوم جديد للتغيير، كسرنا حاجز من الخوف، بقى في مفهوم للتغيير مش مجرد تغيير سلمي على قد ما انه تغيير مشروع ومقبول. يا ريت نعرف نستغل كويس في المرحلة الجاية عشان المرحلة الجاية يبقى ليها 30 لازمة. اشوفكم الحلقة الجاية. قلتها 3 مرات لحد دلوقتي زي ما انتوا كاتبين لي في الورق. أن يحرروا هذه البلد من ماذا لا أعلم، ولكن يريدون أحزن. معلش من أول أعلى خلاص ما تبصليش.